جربنا مع بعض منتجات كتير غريبة في الميك اب، وكانت منها الفرشة دي، وطبعا وريتكم بنفسكم الفرشة ايه نتيجتها. والفرشة دي كمان برضو كانت غريبة جدا ونتيجتها بهرتني. النهاردة نجرب فرشة غريبة مع بعض. النهاردة هجرب برضو اللوز باودر، دي جديدة من شي جلام. هي ضد المية، يعني مش بتتأثر المفروض بالمية وشفافة. اوكي. بس المرة دي مش هستخدم الجميلة الخطيرة دي، هستخدم اكتر فرشة كيوت قابلتها في حياتي. اكتر فرشة كيوت جبتها في حياتي. هو في كيوت كده؟ ازاي اوسخها؟ يعني ازاي ابهدلها واحطها في الفاونديشن واحطها على وشي واحطها في لوس باودر؟ حد يقول لي ازاي تكون عليا؟ يعني عايزاكم تعلموني ازاي اخد الخطوه دي. محتاجه افهم ازاي حاجه كيوت وبالجمال ده انا ابهدلها. المفروض الباودر بيقولك ناخد منها بس ننفض الباقي كويس. لا ايه ده؟ عارفين يا جماعه، حاسه نفسي رجعت ورا قوي في الميك اب. عارفين اللي كانت يعني عند كل امهاتنا كده البتاعه دي. ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ زعلانه قوي عليها يا جماعه بجد. عشان المناطق دي رفيعه، يعني هحطها كده في اللوس باودر يا جماعه واهبطها. كنت تنفع للعين. نجحت. جماعه الحقوني، نفعت لكل مناطق الوش. انا بصراحه كنت مفكره لا، يعني تحت عيني والمناطق دي كده لا مش هعرف اعمل بيها. عرفت يعني استخدمها لكل مناطق الوش بجد. يعني حاسه وانا بستخدمها كده يا جماعه كاني كده بدلع نفسي. يعني عارفين الاحساس ده؟ يعني كاني كده قاعده. عارفين سندريلا؟ عارفينها؟ هي بتعمل ميك اب لنفسها. حاسه نفسي انا بجد حبيت. اي نعم بهدلتها. وبصوا يا جماعه، عشان يعني الناس ممكن تبقى مش فاهمه هي ايه. هي مش سفنجه جوه، يعني فيها سفنجه جوه بس ناشفه شويه عشان يعني تبقى ليها سمك كويس. يعني بصوا مش طريه قوي، ده اللي هو ناعم قوي وطري. اللوز باودر دي يعني انا قلت لكم ان هي مكتوب عليها باكد جلو سيتنج باودر. فالجلو ده بقى، الجلو اللي هما يقصدوه ده بقى انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس بصوا هو فيها زي كده هايلايت، فالوش كله كأنه اتثبت، ولكن لسه لسه يعني لسه طري. يعني هو اتثبت وخلاص، المفروض انه يبقى مات، ولكن بسبب الجلو اللي في الباودر ما تحسوش يا جماعه قلب مات قوي. لا يعني ما اتطفاش، لسه في جلوي كده، لسه في لمعه كأن الفاونديشن وكده لسه ما نشفش. انبهرت وحبيتها وحبيت النتيجه بتاعتها قوي.